ميس يو مور يا حبيب قلبي، يا حبيب بابي. هاجي معاك طبعا، طبعا جاي معاك. حاضر حاضر. ياسين ممكن تديني مامي من فضلك؟ هاي كاميليا، وحشتيني بس فقلت اتكلم اسمع صوتك واطمن على ياسين. راجع قريب. ماشي. اوكي باي. وعيدك يا عم، انت ماسكني كده ليه؟ مش هسيبك غير لما تحكي كل اللي حصل. احكي؟ انا ما اعرفكش. نعم. مساء الخير. مساء الخير يا ادم. وانا فايتني كتير؟ معلش بقى يا عم ادهم، دخلناك في مشاكلنا. المهم تخرجني منها. انا راجل طول عمري ماشي جنب الحيط، ماليش ذنب انا في كل اللي بيحصل ده. هتخرج، متقلقش متقلقش. ولا ايه يا جماعه؟ ما تقولوا له انه هيخرج منها. متقلقش يا حمزه، كل واحد هيحاسب على المشاريب بتاعته. لا لا، الخاين بس هو اللي هيحاسب على القعده كلها من اولها لاخرها. تشرب ايه يا ادم؟ اشرب ايه؟ هو انا جاي اتضيف؟ انا كل اللي انا عايزه ان انا اخد الراجل اللي اسمه عبد منجي ده، اخليه يعترف على نفسه عشان اخلص. ما انا مش هقضي بقية حياتي هربان. ما تقلقش ما تقلقش يا ادم. اقعد بس، انا عايزك اقعد 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 يا شهاده، اقعدوا اقعدوا. ما تعملوا لنا حاجه نشربها يا اولاد. اعمل ايه بس يا هاجر؟ عندي شغل، اعمل ايه؟ يعني ايه شغل يا علاء؟ انا لسه مكلماك الصبح، انا وماما لابسين وجاهزين ومستنيينك، انت بتهرج يا علاء. طيب يا ستي قولي لهم اي حاجه، اقول لك ما فاضلهم وبلاها الجوازه دي. يا ابني هو انت اللي عايز تصغرنا؟ لو سمحت سيب كل اللي في ايدك دلوقتي وتعالى حالا، عشان عيب كده. ما ينفعش اسيب كل اللي في ايدي، انا عندي عمليه مهمه، راح اقبض على اللي قتلوا هشام. ايه ده؟ وانت ليه انت اللي تروح؟ بلاش انت يا علاء والنبي. يا ست ما تقلقيش، ادعي لي انت بس. ربنا معاك. طب خد بالك من نفسك. لا اله الا الله محمد رسول الله، ادعي لي انت بس وخلي خالتي تدعي لي. يلا سلام. سلام. ايه على يا باشا؟ جايبني على ملا وشي ليه؟ الاوامر صدرت، هنهجم على السحر. المهم ساعتها كنت لسه في المدرسه، كان عندي 12 سنه، وكان في راجل طيب كده بيشتغل سواق عند ابويا اسمه عم شعبان. في يوم بقى انا عملت مشكله كبيره في المدرسه وكنت هترفد. عم شعبان راح حكى لشريك ابويا كل اللي حصل. عارفين ابويا اعتبرها ايه؟ ابويا اعتبرها خيانه، عشان عم شعبان حكى اللي ما يخصوش لحد ما يخصوش انه يحكي له. جاب عم شعبان قدامي وقال لي تعاقبه بايه؟ ما عرفتش ارد. الراجل كان طيب وانا كنت بحبه، كنت شايف انها حاجه بسيطه. قال لي لا، لازم يتعاقب. تعاقبه بايه يا شحاته لو كنت مكاني؟ قطع لسانه عشان يحرم يعمل كده تاني. طب ما يترفد، مش يبقى اسهل برضه؟ انت ايه رايك بقى يا عم منجي؟ هاي يترفد،
بس الاول يساله هو عمل كده ليه ويتاكد منه. ايه رايك يا ادم؟ رايي فيه؟ ولا مالي انا يا باشا ومال الحكايه دي؟ معلش، بس انا نفسي اسمع رايك في الموضوع ده. رايي ان اي حاجه ممكن يتسامح فيها الا الخيانه، وخصوصا يعني لو جت من القريب. بالظبط، صح صح. نسيت اقول لكم بقى ابويا عمل معايا ايه. خانه. ما هو اللي بيخون بيتخان. ابويا بعد ما خلص كلامه في القعده دي بص له في عينه بصه طويله وقال له مروح. قال له خلاص؟ قال له امشي روح. الراجل مصدق، خدله في اسنانه وطلع على بيتهم. اول ما فتح باب بيته ودخل لقى نفسه لابس قضيه فيها مؤبد. مات في السجن عم شعبان، الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه يا سيدي. بس انا مش فاهم بقى الحكايه دي لازمتها ايه وانا ايه اللي يخصني فيها؟ عندك حق، بس مش عارف بقالي مده كده الحكايه دي شغلاني قوي. اصل انا بحس ان الخيانه دي اوسخ حاجه في الدنيا. تبقى مأمن لحد ومطمن له وبعدين تلاقيه يغدر بيك. تفتكروا ليه؟ بيبقى عيان؟ بيبقى مرض يعني؟ بيبقى مرض يا ادهم الخيانه؟ لا يا باشا، هو المرض بيبقى حاجه غصب عن الواحد، اما ولا مؤاخذه بقى الخيانه تبقى حاجه في الدم. الواحد بيبقى ناوي عليها وعارف كويس قوي وهو بيعمل ايه. حمزه باشا، ما تسيبنا ناخد عبد المنجي وامشي. ايه اللي عبد منجي وانت اللي عليك اسمه عبد المنجي؟ انت مين يا عم وعايز مني ايه؟ مين ده يا عم حمزه؟ ده يا عم عبد المنجي الراجل اللي بيقول ان انت اللي قتلت الضابط هشام، وان انت كنت عايز تلبسها لنا، وانت قلت لي ان شحات عايز يخلص مني بس. فانا قلت بقى اجيب كل الناس قدامي هنا عشان اعرف مين الصادق من الكذاب. وال3 مليون اللي قلت هتديهم لي لو رحت قلت ان انا اللي قتلت، وبدوي اللي جالي على المخزن، وصبري يا باشا، صبري اللي بعت وراه الحبس عشان يقتلني، ده غير اللي حكاهولي الواد الفاري. كداب يا حمزه، الراجل ده مزوق عليا وما اعرفوش، والزقه دي مش بعيده عن شحاته على فكره. لم نفسك يا عبد منجي. انت عاوز مني ايه يا عم انت؟ عايز ادب ايدي في كرشك اطلع مصارينك. انا متهم بقضيه قتل ظباط، انت اللي قاتلهم. انا لا اعرفك ولا اعرف الناس دي. انا هقتلك النهارده. اهدى يا ادهم، اهدى يا ادهم، اهدى. عارف عبد المنجي، الكوتشينه عمرها ما خيبت معايا. قالت لي بس انا طلعت غبي ما صدقتهاش. بس انا هصدق الراجل ده.